حبي حلي. فلك الحب بحياتي هلأ مثلًا أنا باحبِك يعني، باحب كل الناس بحياتي، وإيه الحب موجود، أنا ما في أعيش بلا حب، حلو الحب، الحب كتير حلو بيحلي. ييه! عندي أغنية اسمها الحب يحلي أنا طايرة فيها. بس ما حغني لِك منها. عم حضّر ألبومي الخامس، هو ميني ألبوم خليجي وعربي الإثنين مع بعض، وبالتالي تنفيذ في معظمه حاصل في لبنان في هذه الفترة، فاستوجب بقائي في لبنان في هذه الفترة وسفري ما بين دبي وبيروت. إن شاء الله إنه الألبوم سيرى النور بعد شهر رمضان أو بعد العيد. جاري الآن تحضيرات الأخيرة اللمسات الأخيرة على التسجيل، بنفوت الحين في مرحلة تصوير البرومو وتصوير الأغاني. بعطينا هيك اسم ملحن أو شاعر هيك ضمن الألبوم اللبناني شارك معك. شوفي عندي طبعًا من كتوزيع في عندي حسام الصعبي، عندي سليمان دميان أكيد ما باستغنى عنهم، في عندي أحمد بركات كملحن برضه وعمل لي أغنية كتير حلوة، في عندي جلال حمداوي برضه كموزع داخل معانا في الألبوم، في عندي زيد عادل، في عندي جمانة جمال برضه اللي لمعت بشكل كثير كبير العام الفائت مع فاضل شاكر، ولكن جمانة راح تفاجئكم لأنه الموسيقى اللي عملتها لي بتشبه ثقافتنا أكثر، هي من اليمن وأنا أيضًا أصلي من اليمن، وبالتالي عملنا شيء يشبهنا، يشبه الكلتشر تبعنا، حتسمعوا جمانة جمال بشكل مختلف معايا. طيب في أعمال درامية كتير بهالرمضان، هل بتتابع وفي شي ممثلة عبالك تحضريها السنة؟ والله أنا شفت البرومو تبع قصي خولي وكريس بشار 5 أرواح، وأعتقد إنه هم أنا اللي فهمته برضه من قصي إنه هم بيصوروا لحد تاريخ 20 رمضان في بيروت في لبنان، وبالتالي كتير محمسة أشوف كريس وقصي إيش حيقدموا مع بعض كثنائي. في ماجي بوغصن أكيد كمان حابة أحضرها. زعلتي إنه نادين نسيم نجم كونها رفيقتك منا موجودة بالسباق رمضان السنة؟ تفاجأت والله بالخبر، وإن شاء الله أنها تكون خيرة لها، إن شاء الله أنها تكون خيرة لها، إحنا دايما منتظرينها.